الناس كانوا بيبعتولي الفيديو ده وبيطلبوا مني أعلق عليه لأنه مثال تاني كلاسيكي على الهري. عارفين احنا بنحب فيديوهات الهري القديمة، اللي يستهبل هيتحمل النتيجة. يلا نشوف مين اللي هيستهبل ويدفع الثمن. شايفين ازاي اغلب الناس هنا بيض؟ انا بحاول ارجع لبلدي وانتوا كلكم صعبتوا عليا اني ارجع لبلدي. رجل عدواني على رحلة دولية قبل الإقلاع وبيبدأ خناقات مع كل الناس اللي على الطيارة. انا مش بحب الدراما. وهم الضباط بيجروا على طيارة، الكابتن واجه المشتبه فيه علشان يطرده، بس هو ما استسلمش. وانا مش عايز امشي. شايفين كده؟ شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ انتوا يا جماعه قلتوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ انا عارف الدنيا ماشيه ازاي. ايوه هو ده النظام، هو ده النظام. انت بتوريني الكره ده كله ضد بني ادم واحد. انا هبوظ لك حياتك كونيا وكارميا. هخرب لك حياتك كارمية. يعني ليه الناس مجانين كده بجد؟ ايه اللي فيهم؟ هو بيقول كلكم ناس بيض وانا بحاول ارجع بلدي وانتوا مش سايبني اروح. يعني ايه اللي بيحصل ده؟ مين يعني يا جماعة بجد؟ مين العاقل اللي يعمل مشكلة على الطيارة؟ ده مكان ما ينفعش تستهبل فيه خالص، فعلا ما ينفعش. ممكن يتمنى عليك تركب طيارة تاني، ممكن يتمنى عليك مدى الحياة، يعني عمرك ما هتقدر تطلع. الأمن في المطارات في أعلى مستوياته. المطارات هي أكتر أماكن مؤمنة على وجه الأرض. المطارات، أنت ما تهزرش في المطارات. إيه اللي في الناس دي؟ ها كم راحوا؟ طيب وريني الشارة لو عايز تعدي. لا لازم توريني الاسم. انت بتكذب، انا شايفها هناك ورا. عندك شنطة عايز تاخدها او اي حاجة؟ أيوة. عشان كده ما تهاجمنيش مع اتنين. طيب وريني الشارة لو عايز تمشي عشان اقدر اشوفها هناك ورا. عندك شنطة عايز تاخدها او اي حاجة تحب تاخدها معاك؟ ما تهاجمنيش باتنين على واحد. هو عارف. هشوف الموضوع معك انت كإنسان، وكمان عشان انا قاعد وانا اوطى منك. يا إلهي. انا قاعد هناك، انا قاعد اوطى منك. ازاي ابقى الراجل الجامد يا صاحبي؟ إيه اللي فيه الراجل ده؟ أنا هغير مكاني. انا همشي عارف ايه يا باشا. لا كلكم متفقين عليا. شايف ازاي اغلب الناس هنا بيض؟ ايوه يعني قلت شيلوهم الطيارة يا رب. لا. انا بحاول ارجع لبلدي وانتوا كلكم صعبتوا عليا اني ارجع لبلدي. ركب تاني زهق منهم. يبدو إنه دلوقتي مضطر يجدف كل طريق لبلده على قارب مطاطي. يا ساتر، مين يعمل كده؟ راجل وكمان مضيف الطيران قربوا منه دلوقتي عشان يحاولوا ينزلوه من الطيارة. اتجه للأمام. تمام يلا. لا يلا اسحبوه هنا. ده راجل كبير. هي انا ما جبتش المفضل عندك، عندي حاجة. ايوه معايا تذكرة. تمام. يلا تمام انا بفحص. 3 1 شغل. ده مثير للاهتمام. انت اخدتني الاول. لا يلا بينا. تمام 3 1 يلا بينا. 3 1 1. يلا هو خرج دلوقتي حالا. حاضر يا كوتش حاضر. حط ايدك على الكبار دلوقتي، ما تلمسش حد. نزل ايديك. انا ما لمسش اي عيل. وانا كمان. لف شوية كمان. لف حوالين نفسك. يا راجل. لف حوالين نفسك وامشي. امشي، انا محتاج تقرير منك. امشي. يا إلهي. ابعد عن الطريق. الدحرج بعيد عن الطريق. ابعد عن الطريق من فضلك. يا إلهي عمري ما شفت. تخيل تكون متحمس تروح إجازة وبعدين تعمل مشكلة ملهاش لازمة زي دي وفي الآخر يحصل فيك كده. غالبا هتلاقي نفسك في السجن. يا لهو على الغباء، يا لهو على الغباء ده. عارف إيه اللي هيحصل؟ هيقول إنه عنده مشاكل نفسية والقاضي هيسيبه يفلت منها. هيقولوا له أصل كان عندك نوبة ذهانية وخلاص. يلا يا جماعة، أحسن حجة. لو في يوم عملت حاجة غبية زي دي لأي سبب كان كده، هزار وضحك، قول بس أنا كان عندي نوبة ذهانية. بصراحة لا انتوا يا البيض مش هتطلعوا منها كده. أنا عندي فرصة أحسن أعمل كده. أنا عندي امتياز عشان أنا أسمر. طيب نشوف كده. أيوة هو كمان عنده امتياز عشان هو أسمر.
وأثناء ما الركاب اتحدوا عشان يطلعوا الراجل من الطيارة، الضباط وصلوا في نفس اللحظة اللي خرجوا فيها على الجسر الهوائي. اتبسط. يا لهوي على الغباء. كل حاجه هتتظبط تمام يا صاحبي. طالما في محامي معايا، بس يلا بينا. ده اللي الاسعاف عليه اجراء قانوني. تمام مفيش محامي هيقدر ينقذك. يا اخويا، يلا بينا. وسعوا الطريق. وسعوا الطريق لواحد بريء او واحد معروف بالبراءة، هفتكر ده. اهلا يا كير، احنا مش قادرين ننزل. انت عايز تنزل؟ لا مش مهم. ايه اللي حصل بالظبط؟ كنا واقفين هنا بنركب، بدأنا ننادي على السواق ومش قادرين ننزل، خلاص المثبتات راحت. فالناس كانوا بيقولوا والله العظيم دي سكينة مش عارف ايه وكلام كتير. احنا لسه مش عارفين مين اللي وزعها. يلا امشي من هنا. استنى، البس جزمتك. عايز محامي منتدب ليا دلوقتي حالا. انا ايه؟ انا قلت عن ايه؟ عمري ما عرفت هو ايه. ايوه. هو واضح انه عارف كويس نظام العدالة الامريكي، غالبا اتولد وتربى في امريكا، عنده لكنة امريكية بس ابيض. انتوا الناس البيضة وكل الكلام ده. يعني شوفوا، التعددية الثقافية فشلت يا جماعة، فشلت. هو حاسس بولاء اكتر لبلده الاصلي. واو. وده بقى اسمه اندماج وتعددية ثقافية. بيبصوا لي انا لوني زيك وانت لونك زيي، وبعدين هو بيشاور على الفجوه، بس بعدين انت لونك، هو بيشاور على الفجوه وبيقول دايما انت بتبص لي بطريقه غريبه، انت بتعمل كده وبتعمل كده، وبعدين هو يلف لي ويقول لي ده بابايا. طيب ازاي تعرفها؟ ده صح. تمام. انت عارف ايه اللي كان بيحصل معاه؟ انت عارف ليه انت غضبان كده؟ ما عنديش فكرة اذا كنا جوه ولا لا. كنت معاه في الطياره ولا لا؟ كنت معه. تمام. ممكن تحكي لي ايه اللي حصل؟ دخلنا جوه، حد ورا حاول يحط حاجة اتكلموا عنها. العنصرية. فاهم. يمكن حاجة النهاردة. عنصريه او حاجه كده موجهه ناحيته. حاجة زي كده أكيد سمع عنها، وبعدين دخل في جدال. تمام. وبعدين دخل جوه، وبرضه دخل في جدال مع حد تاني في نفس الموضوع. وكنت معاه لما ده حصل طول الوقت. ماشي. انا قلت يا الهي الولايه دي بيضه بزياده شويه. هندي انت بتقاوم يا راجل، الموضوع يبقى اسوأ. مش عارفه، دي فكره اهلي، انت عارف كده صح؟ قلت لهم إني أحب أشوف المطار بتاعك بيعمل إيه. أنا هاخدك للمحكمة العليا. شكرا. كل الضباط وماشيين بوشهم. واجي الحيطه. افتحوا رجلكم يا جماعة، افتحوا رجلكم. يا ولد، أكتر عرض. فما كنتش شايفه ان الراجل كويس، الراجل اللي المفروض يكون ابوه، وهو ساب ابوه ومشي. انا شايف انه مش كويس نفسيا يا جماعة، بجد واضح ان في حاجة غلط عنده، مش عارف. الناس دي محتاجة تفهم. ابوه وهو قال اهله، كانت فكرة اهله يروح الهند يمكن. مش عارف، انا بفترض الهند كان مفروض يعرفوا اذا ابنهم ممكن يمر بنوبة ذهانية ولا لا. ايوه. هو كويس، رفيعهم حاجه غلط عنده. ايوه هو سمع الرقم كله لحد اخر الممر للروس، مش عارفه ازاي عدى من العربه. Right, let's walk nicely, okay? دي حرية التعبير. حرية التعبير خليها في دماغك. تمام ماشي. حصل كده قبل كده؟ ايا كان. ايوه هو وصل لورا خالص وكان بيصرخ ويزعق، وبعدين قلت ماشي. رجعت هناك كان في حاله يسى لها. اول ما رجعت هناك كان في ناس بره، وهو كان بيحاول يقعد على كرسي وبيزعق على حاجه، وقف في المكان حواليه. قلت لنفسي أكيد أنت مجنون. دلوقتي خلينا نشوف ده الناس اللي عندهم بشرة زي في توزيع مضحك انا بدات فيه. يعني معاك رخصة قيادة من كاليفورنيا عشان عنوانك هنا هو في فلوريدا. هو في فلوريدا. هو في فلوريدا. يعني معاك رخصة قيادة من كاليفورنيا؟ صح كده؟ وأنا كمان مواطن أمريكي متجنس، يعني النقطة دي محسوبة لك. أيوة النقطة دي محسوبة لك. لا، العنوان مكتوب فيه فلوريدا. عندك حق.
الراجل وصلني البيت وساعتها قلت له لازم تنزل. هو راجل ضخم. فهم نزلوا تحت اكتر، سحبوا لي فوق. هو بيتبد عليه دلوقتي بتهمة الاعتداء عشان فعلا ضرب حد هناك. هم بينزلوا حاجته من الطيارة، هيحطوها في قسم الأمتعة هنا، تمام، في المطار هنا. فلما يطلع من السجن يقدر يجي ياخد حاجته من مكتب الأمتعة لو كان مفتوح، لأني فاهم إن الرحلة دي دولية، صح كده؟ معاك رخصة سواقة؟ شكرا إنك وضحت لي كده. كويس إنك عرفتين تفاصيل أكتر عن الموضوع. أيوة، بس هو ما بدأش مع الشخص ده الأول، الشخص ما عملش كده. هو لسه بيحمي عيلته، أظن فعلا هو بيعمل كده زي ما أنت هتعمل. طلبوا منه يمشي كذا مرة في الطيارة عشان كان بيزعق وبيصرخ وما كانش راضي يمشي. وسألوا الكابتن، الراجل اللي عند ممر الطيارة راح وطلب منه يمشي برضه، هو ما كانش راضي يمشي فاضطروا يخرجوه، وهنا الموضوع اتوتر. اتضربت بواحدة من الغازات دي على الطيارة. ببساطة الراجل اللي اتقبض عليه وقالوا كل الكلام. كان صوته عالي وقاعد هنا ولسه بيزعق 3 أو 4 مرات. أيوة. عايز اشوف رجليه الاول. اتأكد ان مفيش حاجة في جزمته. شيل الجزمة لقدام، اخلع الجزمة. اخلع الجزمة. ايوه، هعمل كده. لو سبتها اخلع الجزمة. ايوه، التانية كمان. خلاص انا جبتها. وهي كده بقى. ارجع الجزمة مكانها. انت على الطيارة. لازم اعمل كده. شوف ايه هيحصل. هو رايح السجن. ممكن نحاول نطلع الكفالة، ندفع الكفالة. ممكن نتصل بواحد بتاع الكفالات. بتاع الكفالات يعني انت عارف الموضوع ده بيشتغل ازاي. انا هتواصل مع بتاع الكفالات. هو هيروح السجن، لازم يدفع كفالة عشان يخرج من السجن لو عايز يطلع. لازم حد يدفع فلوس عشان يضمن انه هيحضر المحكمة بعدين. ممكن هو يدفع الكفالة بنفسه او انت تدفعها له. فانا هحط اقوالكم في التقرير، بس لسه محتاجين منكم تملوا حاجه هبعت لكم اياها على الايميل دلوقتي. عشان اعمل التقرير واوجه التهم ممكن اعتمد على اللي قلتوه في الكاميرا اللي على جسمي، بس في الاخر عشان نقدم التقرير هنحتاج منكم تملوا تقرير بنفسكم، فهبعته لكم كلكم على الايميل. تمام. فخلي الباقيين يعني. وبعدين الراجل الغبي ده بوظ اجازة اهله، وكمان بوظ على نفسه الفرصة انه يكون محترم كمان. ماشي. انا مبسوطه انهم كلهم اتعلموا الدرس. انا مش هضيع التذكرة دي، رجع لي التذكرة دي. كان معايا تذكرة طيران لعربيتي. ارفعوا صوتكم، اللي بالك من راسك. ماما. المشتبه فيه ده شيل اتوجهت له تهمتين بالاعتداء والسكر مع الإخلال بالنظام العام. هو خسر رحلته لفيلادلفيا واللي عادة بتتكلف حوالي $100 للمقعد، وهو يعتبر بريء لحد ما تثبت إدانته في المحكمة. بعد ساعات من التأخير بسبب اللي عمل المشتبه فيه، الرحلة في الآخر طلعت من غيره هو ووالده، وكل اللي كانوا على الرحلة دي لازم يعتبروا نفسهم محظوظين إنه ما استناش يتصرف زي العيال غير لما الطيارة تطير. لأن لما ضغط الكابينة بيزيد مع ارتفاع الطيارة، ده ممكن يخلي الشخص السكران يحس انه متاثر اكثر بكتير من لما يكون على الارض. يعني طبيعته العدوانيه والمواجهه المستمره كانت تزيد اكثر واكثر، وكان ممكن تجبر الطياره تهبط اضطراري. حسب تحليل لحوادث الشغب على متن الطائرات من ساينس دايركت، 55.7% منها كان فيها استهلاك كحول. اكثر من نص الحوادث دي اللي فيها كحول مش صدفه. يعني المره الجايه اللي تخبط فيها تاخذ اجازه، يمكن الاحسن توفر المتعه لحد ما توصل لمكانك بدل ما تعمل مشكله لكل اللي معك في الرحله. شوف، الخطر مش دائما اللي في دماغنا، اللي في الآخر بيطلع من بقنا لما الفلتر يختفي. أغبياء، يا له من غبي. أنا شفت إيه دلوقتي؟ يا رب تكونوا استمتعتوا برضو يا جماعة. غبي.